خلينا نكون متفقين عزيزي المشاهد ان اكتر افلام بتكون صادقه من وجهه نظري هي اللي بتناقش قضايا بتمس المجتمع وبتظهر فيها فئاته بصوره واضحه للمشاهد العادي. افلام اي شخص من اي طبقه هيخش يتفرج عليها هيفهمها ويستمتع. افلام مش محتاجه اكشن صارخ ولا اغاني مبتذله، افلام بتتكلم عن المكان واللي عايشين فيه. احنا النهارده جايين نتكلم عن عماره يعقوبيان وليه هو ملحمه سينمائيه بتعكس صوره البلد واللي عايشين فيها. دلوقتي بقت مسافل من فوق ومن تحت مسخ، احنا في زمن المسخ. عمارة يعقوبيان فيلم اتعرض سنة 2006، يعني من 17 سنة كاملين. فيلم عن رواية علاء الأسواني، رواية ما كانتش مشهورة نهائيا وقتها، ولكن جه الفيلم عشان يشيرها تحت قيادة مخرج لسه بيبتدي حياته العملية في السينما، وده كان أول فيلم روائي طويل ليه وهو المخرج مروان حامد. وتخيل بقى أول فيلم دوا نجومه هم كبار السينما المصرية، من أول عادل إمام لغاية هند صبري ومحمد إمام اللي كانوا لسه في بداية حياتهم السينمائية، مرورا بقى بنور الشريف ويسرى وباسم سمرة وخالد صالح وخالد الصاوي واحمد بدير واحمد راتب واسعاد يونس كمان ظهرت في الفيلم دوا. تخيل معايا كل دول موجودين في فيلم واحد. ولكن بقى تيجي تقول لي يا محمد مش شرط، يعني ياما افلام كتير جدا كان موجود فيها نجوم وفشلت ما حققتش اي نجاح، ودي عندك حق فيها عزيزي المشاهد. فعشان كده تعالى اقول لك ليه الفيلم دوا اتصنف على انه صاحب المركز 31 في قائمه افضل 100 فيلم مصري في تاريخ السينما المصريه. وطبقا للقاعده الذهبيه اللي بتقول لك لو انت عايز تعمل فيلم يعيش سنين طويله جدا مهما عدت العصور نفضل نتفرج عليه، فلازم تبدا بقصه تجذب الناس. فاول وتاني وتالت القصه هي اهم شيء، والقصه السينمائيه هنا كانت تحت ايد وحيد حامد، فانت عارف بقى ايه اللي هيكون موجود. والقصه هنا مش قصه النجم الاوحد ولا البطل اللي كل البنات بتحبه وبيكسر كل الناس والاكشن بتاعه فظيع مفيش منه وعضلاته مفيش منها. لا عزيزي المشاهد، القصه هنا هي قصه المكان واللي هو وسط البلد، وبالاخص عماره يعقوبيان والناس اللي عايشين فيها. ودي الحاجه اللي بدا بيها الفيلم. صوت يحيى الفخراني وهو بيحكي لك قصه العماره اللي اتبنت في وسط البلد. ولو رجعت معايا بقى للحلقه اللي فاتت عن فيلم الارض وازاي يوسف شاهين بدا الفيلم ده وهو جايب لك الارض والتتر شغال عشان يبين لك ان البطل هو الارض، فهنا برضه هي نفس الحكايه، البطل هو المكان اللي عايشين فيه الناس. المكان ده هو العماره اللي بتعيش فيها كل فئات المجتمع المصري. وروعه الفيلم دوا ونجاحه انه قدر يجيب لك كل الفئات، الفئه اللي عايشه على اطلال الماضي والملكيه اللي هم كانوا عايشين وقتها، والفئه اللي اشتغلت وتعبت لغايه ما جابت فلوس وبقت من ضمن الفئه الكبيره في البلد، والحكومه اللي بتنظم كل دوا، بجانب بقى الفئه الفقيره واللي هي عايشه في وسط سطوح. كل دول بيدوروا في مكان واحد وسط البلد اللي بتجمع كل الناس، واللي دايما هتلاقيها في الخلفيه في كل مشهد تقريبا بنشوفه. وعشان تقدم كل فئه بصوره واضحه كان لازم يكون في شخصيات قادره ان هي تمثل لك الدور ده بصوره كويسه. والبدايه هنا مع عند زكي الدسوقي اللي عايش على اطلال الماضي زي ما قلت لك، ولكن في نفس الوقت بيبرر لنفسه الخطا اللي هو بيعمله من معاشره النساء. ولكن لازم تعرف هو ليه بيعمل كده، ايه المغزى يعني من وجود شخصيه عماله بتعرف ستات بس. الفكره هنا بان زكي الدسوقي عنده شعورين. اول شعور عدم استسلامه للزمن او عدم الرغبه بان هو يتقبل فكره ان هو كبر وعدى عليه الزمن، وده اللي هتشوفه في المشهد اللي هو بيصبغ فيه شعره وهو نازل يقابل البنت. اما بقى السبب التاني او الحاجه التانيه اللي هو بيحس بيها هي عدم الامان. في كل واحده هو عرفها هو مش حاسس معاها باي امان نهائي، ورغم ان هو راجل بتاع ستات وبمعنى اصح فاشل محول المكتب اللي هو فتحه بعد ما اتعلم في اكبر اماكن في العالم في باريس لمكان بينام فيه، الا ان هو شايف انه من الخطا تماما ان هو يعادي اخته ويسبب لها اي مشاكل. ودي الحاجه الواقعيه في الشخصيات، ان احنا ممكن نعمل مشاكل ونعمل مساوئ وموبقات كتير جدا، ولكن رغم كده عندنا مبادئ وقواعد ما بنتعدهاش. يعني تخيل اعمل كل ده من مساوئ وارجع اطلب المغفره في مشهد بيعد واحد من اقوى المشاهد اللي عملها عادل امام في كل تاريخه، وماستر سين بالنسبه لي الفيلم ده المشهد اللي بيتكلم فيه مع كريستين عن الوحده اللي هو حاسس بيها. وفي لقطه حلوه عملها مروان حامد في الديكور والمكياج بتاع الشخصيه. خلي لك زكي الدسوقي هو نازل يقابل البنت في اول مشهد لابس بدله فاتحه وبيصبغ شعره وفرحان ومبسوط، ولكن بقى في المشهد اللي هو بيتكلم عن الوحده كان جناب شعره بيضه مش مصبوغه والجو حواليه مغيم تماما واسود والبدله بتاعته سودا كئيبه جدا، عشان يديك الشعور بان الشخصيه اللي كانت بتضحك وبتسهر وبتشرب وعايشه حياتها عندها جزء خفي جزء نفسي لما الزمن بيجي عليه بيظهر قدامك. وعشان يعمل لك الربط ما بين الشخصيات جاب لك كره الطبقه الكبيره او طبقه البشوات او طبقه البكوات اللي عاشت على الماضي للطبقه العامله اللي قدرت انها توصل لها بالشغل وبالفلوس. واللي بيمثل الطبقه دي عزام اللي بيملك نص محلات سليمان باشا. ولكن لو قعدت
الشخصيات اللي قدامك في عزام اللي عنده فلوس كتيره جدا ومتدين ورجل صالح، عنده برضه آفة وهي زواج المتعه اللي هو هيعمله وهيتخلص من ابنه بعد كده. وفي نفس الوقت زياده الطمع اللي موجوده عند الشخصيه في ان هو كمان عايز ينجح سياسيا ويخش مجلس الشعب ويبقى ليه بقى وساطه كبيره على المكان اللي هو عايش فيه، فبتتربط شخصيته بالحكومه. وفيلم عمارة يعقوبيان قدم معالجه كويسه جدا لكيفيه اداره المصالح الحكوميه وازاي الوسايط والفلوس بتلعب دور كبير جدا في المناصب. وده اللي وضحه لك خالد صالح في المشهد اللي كان بيتكلم فيه عزام بعد ما كان هيتسجن بسبب قضيه مخدرات، ازاي ان القضيه دي طلعت فشوش بمجرد ما عزام قبل بان هو يشارك فلوسه معاه. الحكومه اللي بتلعب دور كبير جدا كاسقاط سياسي بقى للظلم اللي وقع على الناس في الفترات دي من الحياه، بان هم دمروا حلم شاب صغير واللي هو طه بان هو يبقى ظابط وتحول بعد كده بانه يكون مجرم. الفيلم ده برضه قدم لك معالجه قويه جدا برضه لفكره الف ب صناعه مجرم، ان بيجي شاب عنده امل وحلم عايز يحققه ولكن بيقابل بازدراء من الطبقات المجتمعيه اللي هي اعلى منه لمجرد ان هو عايز يكون ظابط، وفي نفس الوقت بيفشل في تحقيق الحلم ده بسبب وظيفه ابوه، فبالتالي بيتحول لجماعات ارهابيه بتديله افكار هو يتغذى عليها بسبب ضعفه في الفتره دي، فبيتحول لمجرم الحكومه بتضطر انها تمسكه وبيتعرض للظلم، فبالتالي بيقرر ان هو ينتقم. وعشان اكون واضح معاك فالدور ده هو افضل دور بالنسبه لي شفت محمد امام بيمثل فيه. كل الادوار اللي بعد كده انا مش شايف ان هي بنفس القوه اللي هو قدمها في الفيلم ده. ولان الطبقه الفقيره لا تملك في الحياه غير الحب، فهتلاقي قصه حب ما بين طه وبوسينه. بوسينه اللي بتمثل الحاله الاضعف في المجتمع، الست اللي بتتعرض كل يوم لمضايقات ومتحرش ومشاكل كتيره جدا في الشارع، ودي حقيقه لازم تكون واضحه قدامنا. حتى الان الشيء ده لسه موجود. وكل رغبات الشخصيه دي هي فكره البعد عن الاهل وان هي تقدر تصرف عليهم بسبب الشغل، وفي نفس الوقت بتدور بصوره كبيره جدا عن الامان اللي بتلاقيه في زكي باشا، اللي رغم ان هو اكبر منها من 40 سنه الا ان هي لقت عنده الحاجه اللي ناقصاها. زي ما انت شايف كل الشخصيات ليها علاقه ببعضيها، وكل الشخصيات بتلعب دور في مصير الشخصيات التانية، او بمعنى اوضح كل فئه مجتمعيه بتلعب دور في تحديد مصير فئه مجتمعيه تانية. نيجي بقى عند تالت او بالنسبه لي انا هو اهم سبب لنجاح الفيلم ده، وهي روعه المكان اللي احنا بنصور فيه. ما بتكلمش عن الديكور ولكن بتكلم عن المكان في صوره حسيه. هتلاقي دايما وسط البلد موجوده عندك في كل مشهد بنصوره. يعني لما جيت تصور زكي الدسوقي وهو مستني البنت عشان تجيله، هتلاقيه جايب لك مشهد خارجي من البلكونه وشارع من شارع وسط البلد موجود في الجنب. ولما جيت تصور الطبقه الفقيره اللي عايشه في السطوح، برضه جبت شارع سليمان باشا. ولما جيت تجيب صاحب العماره وهو بيتفق على بيع اوضه في السطوح بمبلغ كبير جدا، جبت وراه وسط البلد، وبالذات ميدان طلعت حرب. ويتهيألي المكان اللي هم قاعدين فيه ده جروبي. ده بجانب بقى انك لما حبيت تعمل ملحميه وتبين الوضع اللي احنا وصلنا له، جبت زكي باشا وهو بيتكلم عن الوضع ده في الشارع. وهنا تسال نفسك سؤال، هو ليه زكي ما اتكلمش عن الحكايه دي كلها وهو موجود في المطعم؟ والرد هنا بالنسبه لي كان واضح. زكي الدسوقي وهو ماشي في الشارع وسكران وبيتكلم عن كل المساوئ دي تحت تمثال طلعت حرب، التمثال اللي بيمثل النمو الاقتصادي اللي كان المفروض يحصل من اول 52 لغايه دلوقتي، ولكن ما حصلش، في اسقاط للدمار الاقتصادي اللي احنا وصلنا له. وده بالنسبه لي هو اقوى المشاهد اللي حصلت في الفيلم ومن اروعها فعليا اللي قدمها عادل امام. قواضي الفيلم كانت شائكه لانها بتمثل قواضي المجتمع ذاته، وفي قواضي كانت المخرجين بيستحوا او المؤلفين ان هم يذكروها في افلامهم، وكان لما بيتم ذكرها بيتقابل بهجوم عنيف جدا يمنع الفيلم بان هو يتعرض. ولكن الفيلم ده قرر بان هو يعرض قضيه مهمه جدا زي قضيه الشذوذ الجنسي، واللي بتتمثل في شخصيه حاتم رشيد الصحفي اللي عنده كل مقومات النجاح، ولكن رغم كده بيقوم بالفعل ده. ولكن هو ما جابلكش القضيه دي بصوره سطحيه، هو جاب لك القضيه ببعد نفسي مهم جدا، بان الشيء ده بيتم بسبب مشاكل نفسيه حصلت في سن الطفوله او في الصغر. والمشهد اللي بيوضح لك ده هو المشهد اللي اتكلم فيه حاتم مع ابوه وامه، وازاي ان هم لعبوا دور في انه يوصل للمرحله دي. وعشان اكون صريح، احيي خالد الصاوي على الاداء القوي جدا اللي قدمه في الدور ده، واظن ان مفيش ممثل هيقدر يقدمه بنفس الشكل. ازاي قدر ان هو يعبر نفسيا عن الشخصيه بطريقه كلامها او بتعبيراتها، وفي نفس الوقت يخلينا نتعاطف معاه في المشهد اللي هو بيتكلم فيه ابوه وامه. وطبعا بقى عزيزي المشاهد لازم نكون صريحين بان انت اكيد ما تقبلتش مشاهد كتير جدا في الفيلم ده، وشايف ان في مشاهد جنسيه كنا ممكن ان احنا نتلاشاها في الفيلم، وان في جرعه جنسيه زياده عن اللزوم ظهرت في الفيلم. وانا معاك وموافقك جدا. انا برضو شايف ان في مشاهد لو كنا شلناها ما كانتش هتاثر في اي حاجه، ولان الفيلم بيتكلم عن المجتمع والمكان في حد ذاته، فبالتالي مش هتلاقي نهايات حزينه ولا نهايات سعيده، هتلاقي نهايات واقعيه لكل شخصيه من شخصيات الفيلم طبقا للاختيارات اللي الشخصيه اختارتها، فبالتالي النهايه هتيجي على اساسها. فهتلاقي عزام بيقبل ان هو يقسم ارباحه وفلوسه مع مسؤول كبير عشان ما يخسرش كل اللي هو بناه. هتلاقي حاتم رشيد بيموت على ايد احد
قطاع الطرق او احد الحراميه لمجرد ان هو عايز يسرق، بمعنى اصح نهايه رخيصه. وشايف ان المؤلف حب ان هو ينهي القضيه دي تماما ويشيلها من جذور المجتمع. ولو جيت عند طه اللي بيمثل الشباب والحلم والامل، فهتلاقيه تحول تماما وحب ان هو ينتقم للظلم اللي هو تعرض له، فبيقرر ان هو يقتل الضابط اللي اتعدى عليه وبيموت وهو بيعمل كده كمصير حتمي للطريق اللي هو اختاره. ورساله للمجتمع بان احنا اللي بنحول الشخص اللي عنده امل وعنده رغبه في الحياه وان هو يدي لشخص مش شايف اي مستقبل قدامه، واللي بيبان في كلام طه وهو بيكلم الشيخ في المطعم. شخص كان عنده رغبه في ان هو يفيد الناس تحول لمجرم ومات في النهايه. ولو جيت بقى عند بوسينه، فاخيرا لقت الامان في زكي الدسوقي وقرروا الاثنين ان هم يتجوزوا رغم اختلاف الطبقات واختلاف الفكر واختلاف حاجات كتير جدا، الا ان الاثنين اجتمعوا مع بعض في النهايه. وبتشوف مشهد النهايه بين طبقتين اتركبوا على بعض، اغنيه فرنسيه بتقدمها يسرى وراها في الخلفيه موجوده الطبقه الفقيره. وزي ما الفيلم ابتدى بوسط البلد وحكايه عماره يعقوبيان وحكايه البلد كلها عموما، كان لازم ان الفيلم برضه ينتهي بوسط البلد. زكي وبوسينه ماشيين في شارع سليمان باشا وموسيقى خالد حماد والكاميرا بتبعد عنهم، دي كانت افضل نهايه للفيلم. عمارة يعقوبيان هو صرخه في وش افلام الاكشن والاثاره والحركه وافلام النجم الاوحد. فيلم قدم معالجه قويه جدا، بل من هي من اقوى المعالجات في تاريخ السينما المصريه عن المجتمع المصري وفئاته. فيلم مدته 2:40 دقيقه، ما مليتش في اي دقيقه منهم، ودايما بتجيلي حاله شجن لما بتفرج عليه لحبي في المكان واللي هو وسط البلد. انا كده خلصت، ولو حاجه عجبتك اعمل لايك وقول لي في كومنت ايه رايك في عمارة يعقوبيان، وهل هو فعلا من اقوى الافلام في تاريخ السينما المصريه ولا لا. ولو لسه ما اتفرجتش على الحلقه القديمه روح اتفرج عليها واستنى الحلقات الجديده اللي هتنزل. سلام.